يا نهار ابيض يا جماعه على الملوخيه وجمال الملوخيه، واول مره الاقي حاجه رخيصه في السوق. مش مصدقه ان الملوخيه ب5 جنيه في السوق. ما عادش حاجه في السوق ب5 جنيه. تعالوا بقى نعمل شويه ملوخيه متفرزين كده من اللي قلبكم يحبهم. بصوا، خضره ولها عرق كده وزي ما هي كانها بالظبط طازه. شكلها وطعمها حكايه خطيره. قبل ما نبدأ كده نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. لو أول مرة يشوف قناتنا على اليوتيوب يا ريت سبسكرايب ولايك وشير للفيديو. بصوا الملوخية يعني حكاية كأنها بالظبط طازة اهي. شكلها مغري جدا، خضرة، والقوام بتاعها حلو جدا ولها عرق وحلو قوي، واهم حاجة في الموضوع ان هي ما بتاخدش وقت. تعالوا بقى، عندي الملوخية اهي ما شاء الله كتير وحلوة قوي. 3 كيلو ب15 جنيه. مش مصدق. المهم تعالوا بقى نقرطفها كويس جدا ونغسلها بقى غسيل 3 4 مرات في المية، تحت المية الجارية كده 3 4 مرات يعني، لحد ما تبقى ميتها بيضة قشطة. في المرة الأخيرة نحط عليها نقطتين خل ونقلب فيها كويس، عشان الملوخية ورقية ومن النوع اللي بيشيل تراب وأتربة كتير. فايه، شفتوا بقى انا غسلتها على 3 4 مرات بالشكل ده. حطها بقى في المصفى تتصفى اهي. دي المرة الاخرانية حطينا بس عليها نقطتين خل ونحطها بقى في المصفى تتصفى. عندي بقى حلة على النار بتغلي، حلة كبيرة هنزل فيها بالمادة الحافظة بتاعتها 1.5 معلقة سكر، وممكن 1 واحدة علشان انا عندي كمية كبيرة فزودت شوية، وربع معلقة كربوناتو بتاعت الطعمية والبتاعت اللي احنا بنحطها على الاكل. هنحط ربع معلقة ومعلقة ونص من السكر. غليت المية انزل بقى بالملوخية بتاعتي اهي. وانا بقرطف الملوخية اخلي فيها حتة من العرق بتاعها كده بيخلي لها قوام حلو قوي بالشكل ده. خلاص اسقط بقى الملوخية في الحلة لحد ما تغلي غلوة واحدة، المية تغلي عليها تمام كده اهي. طبعا لما نزلت وهي مبلولة الملوخية فبردت الحلة شوية، قدامها دقيقتين كده على ما تغلي. اول ما تغلي اسيبها دقيقة بالظبط. اول ما تغلي غلوة كده او غلوتين اطفي عليه بالشكل كده اهو. طبعا كل شويه اقلب، اطلع اللي فوق تحت واللي تحت فوق بالشكل ده، ايديا فيها يعني ما اسيبهاش. تمام كده. تعالوا بقى اما نجهز. عندي ميه ساقعه متلجه، لازم بقى تكون جاهزه عندي ميه ساقعه تلج. بص انا طلعت مكعبات التلج من التلاجة، لقيت الميه ما شاء الله ما سقعتش، فكان عندي ازايز بالشكل ده فضيتهم وسبتهم علشان يبردوا الميه جامد. عايزه الميه تكون ساقعه متلجه اهو، فحطيت فيها الازايز بحالها كده تمام كده. تعالوا بقى نطلع الملوخية بتاعتي. اول ما غليت غلوتين 2 بالظبط هطلعها على المية المتلجة، ولازم تكون المية ساقعة جدا. يعني انا كان المفروض حطيت اكياس تلج في التلاجة علشان الموضوع ده، بس انا نسيت. فطلعت بقى الازايز وحطيتهم كلهم في الطبق كده علشان يحافظوا على برودة المية اللي فيها الملوخية تمام كده، علشان تدنها خضرة وعلى لونها اهو كده. خلاص اسيبها بقى اقعد اقلب فيها علشان البرودة تطول كل مكان في الملوخية اهي. والله يا جماعة جميلة جميلة وسريعة جدا ومنجزة. يعني لو حد بيشتغل كده ولا متأخر وعايز يعمل غدا سريع، في ثانية هتطلعي كيس منها تعمليه كأن مفيش، ما عملتيش اكل خالص. تعالوا بقى نطلع. بصوا اهي، حسيت ان هي بردت شوية، لازم اقلبها شوية عشان لو حتة مكان سخن ولا حاجة يبرد جنب التلج بالشكل ده، ونسيبها تبرد بقى خالص. تعالوا بقى في الاخر كده نشوف هنعمل فيها ايه. تمام، لقيت عندي ازازة كمان متلجة، هنزل بقى فيها برضو على المكان ده علشان ايه تبقى كلها ساقعة تاخد صدمة اهو كده. خلاص زي الفل كده. عندي اركنها بقى في مكان كده على جنب لحد ما تبرد خالص خالص في المية اهو. هتاخد غلبة بس ساعتين 3 وبعد كده ما شاء الله هتريحك خالص. انا من النوع اللي ما بحبش اخرط الملوخية خالص، يعني الموضوع القصة دي بتريحني خالص، لاني ما بحبش اقرطف واغسل واخرط وكل الفيلم ده. لا، عايزة الكيس الاقيه طازة كده، يا اما اجيبها من اللي هي المتفرزة الجاهزة. تعالوا بقى ناخد الملوخية دي
ونضربها في الخلاط اهو بالشكل ده. بصوا هتبقى كده. انا بديها بقى نص ضربة في الخلاط لانها الملوخية تقيلة وما بتلفش، وانا مش عايزة ازودها مية كتير علشان لما اجي اطلعها بعد كده ازودها كبشتين شوربة او المرقة بتاعتي واضربها تاني بقى، يعني اكمل فيها ضرب كمان. تمام كده. فهديها المرة الاولانية دي نص ضربة بالظبط، نص ضرب كده في الخلاط اهو بالشكل ده، وعبيها بقى في اكياس زي ما انا عايزة، يا اما اكياس كبيرة او صغيرة. طبعا ساعات اعمل اكياس صغيرة طبقين كده فبعبي شوية صغيرة، وساعات اعمل اكلة كلها ملوخية فعايزة كيس كبير، فعلى حسب بقى. اهو شفتوا بقى كده هنعبيها كلها. وزي ما قلت لكم انا ما بضربهاش كامله، يعني مش بخليها ناعمه خالص، لا يعني بالظبط نص ضربه في الخلاط بتكون بس لسه خشنه برضه، علشان كده كده هي تقيله والخلاط مش هيلف بيها الا ان زودناها ميه، وانا مش عايزه ازودها ميه كتير علشان بعد كده ازودها الشوربه بتاعتها اللي هتدي لها الطعم الحلو قوي بتاعنا. تعالوا بقى نعبي كل ده في الاكياس زي ما انتوا شفتوا كده، عشان بقى ما اطولش عليكم. انا خلصت الفيديو، خلصت كله وبعدين ايه رجعت كملت الفيديو. اهو عندي بقى الاكياس بتاعتي بالشكل ده. بصوا بصوا خضرها عامله ازاي، الملوخيه خضره جدا جدا. اهو معلقه الكربونات والماده الحافظه بتاعت اللي حطيت معلقه السكر هتحافظ عليها، وهنحطها بقى كده بالشكل ده في الفريزر. ما شاء الله انا بستخدمها كده على طول. غاليه بقى الملوخيه رخيصه، ما ببقاش يعني مش شايله هم بقى ان انا هقعد ارطف واخرط والفيلم ده. تعالوا بقى على الفريزر اهوت. انا بقيت عندي بقى دورق منهم كده شفشق حلو كده، هعمله على غدا النهارده مع جنب الاكل اهو. ده خليته عندي كده على جنب. وتعالوا بقى شوفوا كده هنعمل له التوم بتاع الطشه بتاعتها اهي. حطيتها بقى في الحله وزودتها شوربه، وادي الطشه بقى معلقتين التوم على معلقه الكزبره الناشفه وواحدة مرقة دجاج ومعلقة سمنة بلدي بقى كده عليها. يا سلام مش قادرة اقول لكم. وادي الطشة بتاعتي اهي تتشرب بس كده من غير عيش. جميلة. بعد كده بقى نغرفها. شفتوا قد ايه خضرها اهي، ولا سقطت ولا اصفرت ولا اي حاجة، محافظة على لونها لاخر طبق ما شاء الله. تعالوا بقى كده شوفوا الشكل. انا عاملاها بقى جنب الاكل فكنت سايبة شوية صغيرين مع المحشي بقى. يا سلام يا سلام، بألف هنا وشفا ليكم مقدم.